السلام عليكم، ازيكم؟ ان شاء الله كن بخير وصحة وعافية. اهلا وسهلا بكم في قناة منوعات بكوري. لو ما كنت مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد. اليوم طبعا هعمل معاكم دمعة أجنحة الدجاج بطريقة بسيطة جدا، بطريقتي أنا. زي ما شايفين هنا عندي المكونات، عندي صدور بتاع عفوا أجنحة بتاع الدجاج مقطعاهم بالطريقة دي، مغسلاهم بالخل والملح. وعندي هنا بصلتين كبار مقطعاهم برضو بالطريقة دي. عندي هنا البهارات الصحيحة: غرنجال، كمبة، ورق غار، وينسون. اليانسون طبعا اختياري. ودي البهارات البودرة: فلفل أسود، جنزبيل مطحون، وعندي كاري. عندي ملعقة كبيرة من الصلصة، وعندي توم مهروس. دي بس المكونات اللي هستخدمها إضافة إلى الملح. طيب، رح معي الحلة وتابعوا معي خطوة بخطوة. يلا، هنا عندي حلة كابة فيها زيت. الزيت طبعا ما عنده مقدار معين. بجي بضيف أول حاجة، بخليه يسخن شوية، بضيف اليانسون بالطريقة دي. طبعا زي ما قلت لكم اليانسون حاجة اختيارية، لكن بدي نكهة جميلة جدا للملح. بعد ذاك بجي بضيف البصلة، بقلب البصلة بتاعتي لحد ما تتحمص أو لونها يبقى ذهبي. كده بالطريقة دي. بعد ذاك بجي بقوم بضيف بقية البهارات اللي هي الغرنجال والكمبة وورق الغار، وده جزء بسيط من اليانسون كان فضل قبل. بديهم بس تقليبة كده خفيفة. بعد ذاك بجي بضيف موية علشان البصلة تستوي لي. بعد ذاك لما اجي ادوبها تكون لي سهلة يعني. بضيف مقدار معين من الموية. بعد ذاك بجي بغطي الحلة بتاعتي، بخليها 10 دقايق لحد ما البصلة بتاعتي تستوي. وهنا طبعا جريت لكم الفيديو. بعد ما البصلة بتاعتي أخدت 10 دقايق بجي بحاول أدوبها. هنا في المرحلة دي أفضل إنكم تستخدموا المفراكة بتاعتنا، لأن سمحة شديد في التدويب. لكن أنا هنا استخدمت المضرب ده. كمان في حالة إنه ما عندكم المفراكة تستخدموا المضرب عادي. كده بالطريقة دي بدوبها كويس خالص. كده زي ما شايفين. بعد ذاك بجي بضيف الصلصة بتاعتي.
كده زي ما شايفين. بحاول انه اخلي البصلة تتسبك مع الصلصة. كده زي ما شايفين طلعت لي الزيت، الموية انتهت تماما. بعد ما البصلة والصلصة يتسبكوا، بجي بضيف اللحمة بتاعتي بالطريقة دي. بعد ذاك بقوم بجي بضيف البهارات البودرة اللي هي ال3 بهارات دي: فلفل أسود، كاري، جنزبيل مطحون. بديهم تقليبة كده كمان تاني. واخر حاجة بجي بقوم بضيف موية، بضيف موية كمية مناسبة بحيث انه اغطي كل اللحمة. كمية معقولة جدا. كده بالطريقة دي. كده تمام، الموية معقولة. بعد ذاك بجي بضيف تاني، بضيف الثوم. في ناس يمكن بيستخدموا الثوم يعني مع البصلة قدحة، بس انا ما بحبها كده. كده بالطريقة دي. وبعد ذاك بقوم بغطي الحلة بتاعتي، اخليها على نار متوسطة، ما تكون عالية شديد، تكون متوسط النار. خليها من 15 ل20 دقيقة عفوا. وكده بعد
ما خليتها مدة 20 أو 22 دقيقة على نار متوسطة. طبعا أضفت الفلفلية الخضراء دي، انتو ممكن كان تضيفوا مثلا الشطة الخضراء أو الفلفلية، فحاجة اختيارية. أنا ما أضفت الشطة، أضفت بس فلفلية، قطعة صغيرة من الفلفلية الخضراء. وبكده ملاحي بكون خلاص اتسبك تماما زي ما شايفين. وكده نهاية الملح كده بقى جاهز. ما تنسوا انكم تجربوا الطريقة، وما تنسوا انكم كمان تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. اذا عجبتكم الطريقة تخلوا لي تعليق توروني انه طلعت معاكم كيف، واشتركوا في القناة زي ما قلت لكم. الى ان نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامة.